لماذا اعتماد هذا الأسلوب من قبل السلطات البحرينية؟ يعني أولا أختي العزيزة، هناك مستجد لابد أن أتحدث فيه قبل الذهاب إلى موضوع الحرق، وهو تقديم 21 من زعماء المعارضة البحرينية ورموز الدينية ونشطاء حقوق الإنسان إلى المحاكمة العسكرية صباح اليوم. وللتو قد انتهت الجلسة وتم تأجيلها إلى يوم الخميس القادم. هذه المحكمة التي لا تتوافق مع أي معايير دولية لحقوق الإنسان، والتي هي مخالفة لكل الضمانات وكل العهود والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. وتم إطلاق محامين هؤلاء المتهمين قبل حوالي أقل من 24 ساعة من بدء المحاكمة، ونصف من قدم إلى المحاكمة اليوم هم تم الإفراج عنهم في شهر فبراير ومارس الماضي، أي تم سجنهم مرة أخرى في أقل من شهر واحد، واتهامهم بنفس الاتهامات التي سيقتهم في شهر أغسطس وسبتمبر الماضي. وتم صدور العفو عنهم وخروجهم من المعتقل في شهر اثنين. نراهم يقدمون إلى هذه المحاكمة مرة. هذه المحاكمة سيد نبيل، تعتمد على قانون الإرهاب البحريني. نعم. طيب سيد نبيل، تفضلي. إذن هذا فيما يتعلق بتقديم قادة من المعارضة إلى المحاكمة العسكرية. أيضا ماذا فيما يتعلق بما سألتك عنه، موضوع إحراق منازل المعارضة أو أصحاب هذه المعارضة؟ يعني هذه ثقافة عند النظام الحاكم ومنذ سنوات فترة طويلة، ويستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين له بأشكال مختلفة. وكما رأيت أختي العزيزة أن منزلي تم الاعتداء عليه بمسيل للدموع قبل بضعة أيام في فجر من أحد الأيام الماضية. هم يستهدفون كل النشطاء بالضرب في نقاط التفتيش أو في استهداف منازلهم، وكما استهدف منزل السيد عيسى اياد وهو من سكنة قرية باربار، تم استهداف منزله قبل بضعة أيام بقنابل مسيلة للدموع التي أدت إلى حرق منزله برمته. والآن المنزل لا يستطيع أحدا أن يعيش فيه نتيجة الدمار الذي خلفه. وهذه رسائل كما تعلم، وهذه رسائل كما تعلم عزيزي، يحاول ان يوصلها النظام الى كل النشطاء، كل المتحدثين، وكل من يوثق قضايا انتهاكات حقوق الانسان في البحرين. يعتقد النظام الحاكم بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه يمكن هو ان يوقف كل هؤلاء من يقوموا بعمل التوثيق والانتهاكات ورصد جرائم حقوق الانسان الذي هو يقوم بها. فيما يتعلق بتقديم قادة المعارضة إلى المحاكمة العسكرية، سيد نبيل، على أي أساس يقدمون إلى يعني محاكم عسكرية ولا يقدمون إلى محاكم مدنية؟ وما مدى قانونية وشرعية هذه المحاكم العسكرية أصلا؟ لا شرعية لهذه المحكمة، لا شرعية لهذا القانون، لا شرعية لهذه الإجراءات برمتها. قانون الإرهاب البحريني تم إدانته من قبل الكثير من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة في سنة 2006 عندما صدر القانون أدانته كل المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة. المحاكم العسكرية تم إدانتها من قبل جميع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة. كل هذه الإجراءات غير سليمة، كل هذه الإجراءات غير قانونية، كل هذه الإجراءات غير مشروعة. تقديم أناس مدنيين كانوا يطالبون بحقوقهم السياسية إلى محاكم عسكرية تصل فيها عقوبة هذه القوانين إلى الإعدام، هذا أمر غير مقبول، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الدولي. لا يجوز تقديم الناس كانوا يعبروا عن آرائهم، إن كان تغيير للنظام، إن كان إصلاحا للنظام، إن كان حكومة ديمقراطية، إن كان إزالة النظام برمته. كل هذه حقوق من حقوق الإنسان، ما دامت المطالبات هي مطالبات بطريقة سلمية فهي مشروعة، بغض النظر عن يتفقون معها أو يختلفون معها. المطالبات بنوعية النظام الحاكم الذي يحكم البلاد هي حقا من حقوق الناس، وهو حقا من تقرير المصير، حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ولا يوجد اي خلاف قانوني واي خلاف لمشروعيه هذه المطالب، وهذه نعم. تتوافق مع المواثيق الدوليه ما دامت هذه المطالبات تطلق بطريقه سلميه. طيب، بالأمس أيضا تم تقديم محمد حبيب المقداد وآية الله عبد الجليل المقداد إلى المحكمة. هل هناك تهم وجهت إليهم؟ يعني على أي أساس قدموا إلى المحكمة؟ وبالتالي هل هناك شروط أو هل يتوفر دفاع عن هؤلاء في المحكمة؟ اختي العزيزه، تم تقديم هؤلاء الشيوخ والرموز الدينيه التي تحدثت عنهم صباح اليوم الى المحاكمه، والمحامين تم اطلاع المحامين قبل 24 ساعه من بدء المحاكمه، وهناك 21 شخصيه، بمعنى نحتاج الى فريق كبير من المحامين. ولان جاء الاتصال بشكل متاخر، فذهبوا مجموعه من المحامين، ولكن طلبوا تاجيل القضيه على اعتبار لتوفير محامين لبقيه المعتقلين الذين لم يحضر محاميهم اليوم لعدم علمهم بهذه المحاكمه، وحتى اهالي المعتقلين لم يكونوا على علم بهذه المحكمه، حضر بعضهم ولم يحضر بعضهم. هذه المحاكمات لا تتوافر فيها اي ضمانات لمحاكمات عادله. هذه المحاكمة متناقضة مع كل المعايير الدولية التي البحرين اليوم باتت طرفا فيها، بما فيها الإعلان الدولي، العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والمدنية. طيب، فيما يتعلق بالدكتورة رجاء كاظم، وهي استشارية في طب وجراحة الأسنان، حتى الآن مصيرها مجهول. هل لديكم أي معلومات أنتم في مركز البحرين لحقوق الإنسان؟ هل وصلتكم أي معلومات عن الدكتورة رجاء؟ حقيقة يراودنا القلق أن تكون هي تتعرض إلى التعذيب الآن، خصوصا مع عدم تمكينها الاتصال واللقاء مع محاميها أو لقاء مع أسرتها. فهذا يعني يزيد القلق لدينا أن هذه المناضلة الدكتورة رئيسة الجمعية تتعرض إلى التعذيب، خصوصا أن أخذنا في الاعتبار أن غالبية من تم اعتقالهم من الطبيبات والأطباء تم تعريضهم إلى التعذيب، وتم تهديدهم بعدم الحديث عن هذا التعذيب الذي تعرضوا له قبل خروجهم. نحن نخشى أن تكون هذه الدكتورة تتعرض إلى التعذيب، ولهذا السبب نحن نطالب السلطات فورا بالسماح لأسرتها باللقاء معها، هذه وزج السجون البحرين بكوادر البحرين وأكاديميين البحرين وأطباء البحرين. هذا شيء عار على النظام أن يقوموا به. السجون هي للمجرمين وليس للأطباء والمثقفين والأكاديميين. نعم، وهناك نحو 1000 معتقل في السجون البحرينية، وكما تعلم سيد نبيل لا يسمح لهم بلقاء أهليهم وذويهم، ولا حتى يسمح لأي جهات قانونية أو حقوقية لمقابلة هؤلاء، أو حتى كما ذكرت الاطلاع على أوضاعهم داخل السجون. هل المنظمات الدولية لديها علم بما يجري في هذه السجون والأوضاع المأساوية فيها؟ يعني أختي العزيزة، هو الآن الإعلان عن محاكمة اليوم قبل ساعات هذا أحد الأدلة أن السلطة لا تريد أي من المنظمات الدولية أن تأتي، ولهذا الأسباب هي تعطي أوقات بسيطة قبل إجراء المحاكمة. الشيء الآخر أن جميع المنظمات الحقوقية الآن غير موجودة على أرض البحرين، وتم منع منظمة هيومن رايت قبل يومين من دخول البلاد، وكذلك الصحفيين. السلطة تحاول إخفاء كل جرائمها في البحرين، ولهذا السبب هي تمنع الناس من دخول البحرين، تحاول أن تخفي جرائم التعذيب، تبقي المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وطوال الوقت هم مقيدي الأيدي في السجون ويتعرضون إلى التعذيب الشديد. هذه حكومة ترتكب جرائم ضد الإنسانية الآن، وتعتقد أنها تستطيع أن تخفي هذه الجرائم، ولكن عالم اليوم هو ليس عالم الأمس. عالم التكنولوجيا اليوم غير عالم قبل 50 سنة. يعني كانت تمارس طوال عشرات السنين هذه السلطة هذا الظلم ضد هذا الشعب، ولكن إلى متى سوف تستمر؟ هل تستطيع الآن؟ لا.
الآن كل فيلم يتم تصويره خلال دقائق، العالم كله يشاهد هذه الأفلام، ولا مم. تستطيع السلطة أن تخفي الحقائق وتخفي جرائمها عن العالم الخارجي. طيب، فيما يتعلق بمنظمة هيومن رايتس ووتش التي طرد مندوبها من البحرين، هل تعتزم أن تتخذ أي إجراء أو أن تقدم أي شكوى في هذا الإطار؟ يعني منظمة هيومن رايت ووتش هي من أكثر المنظمات التي أصدرت تقارير وبيانات في فترة الأسابيع والأشهر الماضية، وأعتقد هي سوف تتابع نفس عملها. ليس بالضرورة أن تكون متواجدة في البحرين. الكثير من النشطاء اليوم يعمل في حقوق الإنسان. هذه الأزمة علمت أبناء شعبنا الكثير من أصبح مدونين، وأصبحوا نشطاء حقوق الإنسان، وأصبحوا صحفيين، وهذه أزمة تعلمنا منها كثيرا. وأنا أعتقد اليوم لا يوجد فراغ في هذا الجانب الحقوقي. الكل شبابنا اليوم هم صاروا حقوقيين، والكل يوثق هذه الانتهاكات ويصورها ويوصلها الى المنظمات الدوليه. وعلى هذا الاعتبار اعتقد سوف تصدر البيانات وسوف تصدر التقارير مهما عمل النظام من منع هذه المنظمات من الدخول. مهم. وسيد نبيل، يعني في إطار ارتكاب الجريمة بعيدا عن الشهود، وهناك كما نعلم هناك 68 صحفيا طردوا من البحرين، منهم صحفيون أمريكيون وبريطانيون تعرضوا للضرب، أيضا صحفيون بحرينيون اعتقلوا وتم الاعتداء عليهم. المنظمات المدنية والمنظمات الحقوقية العالمية هل لها موقف محدد مما يجري للطاقم الإعلامي في البحرين إذا صح التعبير؟ يعني اختي العزيزه، لو تتابعي المنظمات المعنيه بحريه الراي والتعبير في الاسابيع والايام الاخيره، اللي راح تكتشفي اين هو تصنيف البحرين. البحرين اصبحت تضاهي الدول القمعيه مثل كوريا الشماليه وغيرها. وهذه التصنيف في منظمه بيت الحريه ومراسلين بلا حدود ولجنه حمايه الصحفيين والمؤسسه والشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، اصبح سجل البحرين اسود. يعني اصبحت البحرين تضاهي الدول الدكتاتوريه. يعني كنا نحن في سنه 2002 رقم 62 في على دول العالم، واليوم احنا 43 وصلنا من 170 دوله. هذا يبين كنا من الدول التي تعتبر حره جزئيا. اليوم حسب التصنيف الدولي نحن اصبحنا من الدول غير حره على الاطلاق. هذه التصنيفات كلها صدرت في الايام الاخيره، وتراجع موقع البحرين كل هذه التصنيفات نتيجه القمع الذي يمارس ضد المدونين الذين كثير منهم مسجونين الان، ضد المواقع الالكترونيه التي كثير منها مغلقه الان، ضد الصحفيين المستهدفين اليوم في رزقهم في عملهم، بل تم سجن البعض منهم. وفي الصحف التي استهدفت من قبل النظام، الصحيفه الوحيده المستقله تم استهدافهم من قبل النظام، المؤمل ان تغلق في خلال ايام نتيجه الاستهداف الذي يمارسه النظام ضده. سجل البحرين هو سجل اسود بحريه الراي والتعبير. طيب، ماذا بشأن النائبين المعتقلين مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز؟ أيضا هل لديكم أي معلومات بشأن هذين النائبين؟ هل وصلتكم أي معلومات؟ يعني هؤلاء النائبين هم من أكثر النواب تحدثا إلى وكالات الأنباء والمنظمات الحقوقية، واستهدافهم هو كان من أجل إسقاطهم ومن أجل تهديد بقية النواب على أن لا يتحدثوا لأجهزة الإعلام الغربية وأجهزة الإعلام العالمية. ومحمد مطر وجواد فيروز منذ اعتقالهم لا نعلم عنهم أي شيء، ونحن نخشى أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب، ولهذا السبب تمتنع السلطات من السماح لهم بالاتصال بأهاليهم. نحن نخشى خصوصا أن جواد فيروز تم الاتصال بأسرته وأخذ الأدوية التابعة له، وتم إطلاع أهله بأنه قد تم أخذه إلى المستشفى. ولهذا السبب نحن نخشى أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب، ولهذا السبب نطالب كل المنظمات الدولية وكل المؤسسات الدولية وكل الشعوب في المنطقة أن تتحرك لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وجميع المعتقلين السياسيين الذين تفوق نسبتهم اليوم معتقلين 2 لكل 1000 مواطن.
نعم، شكرا جزيلا لك من المنامة الأمين العام لمركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب على هذه المشاركة معنا. شكرا لك.